السلام عليكم، صبحكم الله بالخير جميعا. هناك قصة مشهورة تذكر بين فترة وأخرى، وهي باختصار أن نور الدين زنكي ملك الشام رأى في منامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات في يوم واحد، وهو يقول له: يا محمود، أنقذني من هذين الشخصين. فاستشار رجلا عنده فأشار عليه الرجل بالسفر إلى المدينة المنورة. سافر نور الدين زنكي إلى المدينة المنورة، ولما وصل طلب من عامة الناس أن يحضروا، وقال: لا يبقى أحد في المدينة إلا جاء. فحضروا ووزع عليهم الأموال، ولم يبقى إلا رجلان مجاوران رفضا المجيء وقالا: لسنا بحاجة إلى الصدقة. فطلبهما نور الدين، فلما حضرا كانا هما اللذان رآهما في المنام. ومع السؤال والتحقيق اعترفا أنهما من النصارى، وجاء من الأندلس ليسرق جسد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اكتشف نور الدين زنكي أنهما بدأ بالحفر باتجاه الحجرة الشريفة، فما كان منه إلا أن أمر بقتلهما فقتلا. هناك وقفات مع هذه القصة الغريبة، وهي: أول من ذكر هذه القصة هو المطري في كتابه التعريف. وبين المطري ونور الدين زنكي أكثر من 170 سنة، وهذا أمر فيه نظر ويدعو للتساؤل والاستغراب. ثانيا، لم يذكر هذه القصة أحد ممن عاصر نور الدين زنكي من المؤرخين الملازمين له كابن عساكر وابن منقذ، ولا من المتتبعين لسيرته كابن الأثير. ثالثا، لم يذكر هذه القصة أحد ممن أرخ للمدينة المنورة ممن عاصر تلك الفترة كابن النجار في كتابه الدرة الثمينة، ولم يشر إليها مؤرخ ذلك القرن الإمام الذهبي في كتابيه سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام، وقد توفي بعد المطري بنحو 7 سنوات. رابعا، المطري حينما ذكر هذه القصة الغريبة قال أنها وقعت سنة 557، ولم يذكر أحد من المؤرخين أن نور الدين زنكي زار المدينة المنورة في تلك السنة، بل لم يذكروا أنه زار المدينة المنورة في أي سنة من سنوات حكمه. خامسا، أنه لا يعقل أن يفكر رجلان في إمكانية نقل الجسد الشريف من المدينة إلى بلادهم، يعني مرورا من الحجاز ومصر والمغرب، وهما 2 يعبران جميع هذه البلاد دون أن يعلم أحد بهما. ممن نفى هذه القصة جملة وتفصيلا وأكد أنها من صنع الخيال المؤرخ العياشي في كتابه المدينة بين الماضي والحاضر. ختاما، بحث هذه القصة الدكتور إبراهيم المزيني في مقال له نشر في مجلة الدارة، وكذلك الأستاذ إبراهيم الزيبق في مقال له نشر في مجلة مجمع اللغة بدمشق، ومنه ما استفدت في هذا الحديث.